وديت المستشفى. السلام عليكم. دلوقتي أصحابي جم هنا المستشفى وعملوا زراعة الشعر، والنتيجة كانت مبسوطة جدا. هم اللي عرفوني المستشفى ديت، فأنا حبيت أقول لكل الناس اللي عايزين يعملوا زراعة الشعر عن المستشفى ديت بس. وتقدروا تتواصلوا معي على رقم الواتساب. شكرا جزيلا، مع السلامة. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال الحقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته هو في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان. الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه. وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، ويعني حتى لو بالفعل برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة ليا هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال في اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه، ما شاء الله، ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه. يعني أخ عزيز برغم من أول مرة أتعرف عليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه. وكان لي الفضل بعد ربنا في انه ساعدنا في موضوع الاقامه، دلني على مكتب كويس باسعار مناسبه جدا، ودلني على مكان زراعه الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشره كنت خلصت العمليه. وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12، وعملت العمليه يوم 13، والحمد لله الاثر باين، واثر ان شاء الله دايما معانا في كل حاجه. وجزا الله كل خير والله على عمله. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أسأل حضرتك سؤال، ممكن تقول لي إيه رأيك في المستشفى هنا والدكاترة؟ والله هالمشفى أكوس مشفى، والدكاترة اللي فيه أكوس دكاترة. أنا رحت على مشفيتين ثلاثة بس ما أخذت النتيجة مثل الدكاترة اللي هون. الدكاترة اللي هون معاملة كويسة، ويعني حتى بيعاملوا للمريض بشكل إنه هو مو مريض. بتفوت لعندهم مرتاح، بتطلع مرتاح من عندهم، بتساوي العملية بتطلع ولا كأنك عامل عملية. سبحان الله، الخدمة غير شكل، ودكاترة الله يخليهم أحسن من هيك ما في. أشكرك جدا يا فندم. حضرتك ممكن اخد رايك هنا في ايه رايك في المستشفى هنا والدكاتره يعني هنا؟ والله كويسه المستشفى والدكاتره والله كويسين، يعني بترتاح نفسيا من معاملتهم وكذا، بترتاح نفسيا. هلا كنت على غير مشافي بهبطوك، هون بيطلع شعر هون ما بيطلع كذا. هون يعني الوضع تمام الحمد لله رب العالمين، يعني انبسطنا الحمد لله، وانه معاملتهم منيحه وكويسه وما في احسن من هيك. شكرا.